تخيل انك وصلت لنهاية حياتك وكل اللي في دماغك سؤال واحد بس: انا عملت ايه في عمري؟ كتير مننا بيكون مفعل حياته على وضع الاوتوبايلوت، ان هو بيروح الكلية ويخلص امتحاناته وما يعملش اي حاجة تانية ليها قيمة. والشخص ده ممكن يكون اي حد مننا، شايف ان الحياة عبارة عن انك بتروح الكلية وتخلص امتحاناتك وترجع تقضي وقت على السوشيال ميديا، وشايف ان الشهرة والفلوس هم الغاية الوحيدة اللي انت لازم توصلها. وده بسبب الناس اللي انت بتتابعهم على السوشيال ميديا. وليه انا ما يكونش معايا الفلوس دي او ما يكونش معايا العربيه دي؟ وهنا انت لازم تخرج نفسك من منطقه الراحه وتبدا تشوف ان الحياه مش عباره عن شاشه موبايل واغاني وفيديوهات انت بتضيع وقتك عليها، وان كل يوم بيعدي من حياتك من غير ما يكون محدد ليه هدف معين وحاجات معينه انت بتعملها عشان توصلك لهدفك، ويوم ضيع من عمرك. وهنا 4 حاجات لازم تعتمد عليهم، انا بالنسبه لي هم اساس الحياه. اول حاجه، انت تغير البيئه اللي انت فيها. لازم تغير البيئه اللي انت فيها. لازم تدرك ان اصحابك او الاشخاص اللي انت بتقضي اغلب وقتك معاهم هيكونوا هم سبب في انك توصل لهدفك. لو هم ايجابيين وفي نفس الوقت ليهم اهداف زي نفس اهدافك، ده هيزود من احتماليه ان انت توصل لهدفك بسرعه، غير لو اشخاص تانية مهملين وفي نفس الوقت مشتتين. انت لو قاعد في منطقه اغلب اللي فيها مشتت او اغلب اللي فيها مش عارف هو عايز ايه، انت طبيعي هتكون نفس الوضع. انت شايفهم هم كده، فانت شايف ان اغلب الناس ده الطبيعي، وده مش الطبيعي. الطبيعي ان انت يكون ليك هدف ويكون ليك صحاب او اشخاص قريبين منك يوجهوك لما تتوه، وفي نفس الوقت لما يلاقوك تايه يوجهوك للي انت تحقق هدفك او تحقق الحاجة اللي انت بتفكر تعملها. فحاول على قد ما تقدر تحاوط نفسك باشخاص ايجابيين، اشخاص ليهم اهداف، او حاول على قد ما تقدر لو انت مش قادر تغير صحابك او تغير المكان اللي انت فيه، انك ما تكونش معاهم بافكارك. يعني انت خلي ليك فكر معين او خلي ليك حاجة انت عايز توصلها. ما فيش حد او ما فيش حاجة بتغير افكارك غيرك انت، فانت حاول تحافظ على قد ما تقدر على افكارك لو مش قادر تغير الناس اللي حواليك. تبدأ تهتم بصحتك النفسية والجسدية، وتدرك ان صحتك دلوقتي بتتعكس من جودة العادات اللي انت كنت بتعملها قبل كده. يعني انت لو مصدع وفي اغلب الوقت تعبان، فتبدأ تراجع تلاقي ان انت نومك مش مظبوط، وفي نفس الوقت اكلك يعني اغلبه مش صحي. فحاول على قد ما تقدر انك تظبط اكلك وتظبط نومك وتمارس الرياضة، حتى لو رياضة خفيفة، لو تمارين استطالات بس، بحيث ان انت تحافظ على صحتك وتبدأ. لان انت لو حافظت على صحتك ده ينعكس على تركيزك وعلى مذاكرتك وعلى هدفك بشكل عام، لان انت لما تحافظ على صحتك هتكون قادر ان انت تقضي وقت اكبر في ان انت تحقق حاجات هتوصلك لهدفك. وتبدأ تتأكد ان الفراغ اللي انت كنت سايب نفسك فيه هو اكبر مشكلة لصحتك النفسية. لازم تعرف ان انت عبارة عن شخص ماشي في طريق طويل ومعاه بنزين محدود، والبنزين هنا هي قدرتك على التحمل وان انت تكمل. فانت لو مش محدد الطريق اللي انت هتمشي فيه، بنزينك هيخلص قبل ما توصل. فالتخطيط عبارة عن الخريطة اللي بتوصلك للهدف بتاعك بأسرع وقت وأقل جهد. لازم انت تكون عارف انت بتعمل ايه وبتعمل ده ليه. التخطيط بيخليك في الوقت اللي انت تكون تايه فيه ومشتت ترجع تشوف انا عملت كذا، انا حققت كذا، ودلوقتي انا بعمل ده عشان اوصل للمرحلة دي. فالتخطيط عبارة عن الحاجة اللي بتوجهك، المدرب اللي بيقولك انت بتعمل ايه، عشان لما تكون تايه تعرف انت وصلت لفين وايه المطلوب منك، ايه الخطوة الجاية اللي لازم تعملها. كل يوم بتصحى بتكون كاتب انت ايه الحاجة اللي انت هتعملها والحاجة ديت هتوصلك لايه. اخر حاجة معانا واللي من غيرها انت ملكش اي 30 لازمة، وهي علاقتك بربنا. لازم تدرك ان انت من غير ربنا مش هتعرف توصل لحاجة. ربنا هو الوحيد اللي قادر يحقق لك حلمك، وفي نفس الوقت انت لو فضلت معتمد على نفسك بس مش هتوصل لحاجة. لازم تستخير ربنا في كل حاجة. قبل كل خطوة انت بتعملها لازم تحافظ على صلاتك، لازم تحافظ على وردك من القرآن، لازم تحافظ على اذكارك، لان دي الحاجات اللي بتقوي نفسيتك وبتخليك قادر اللي انت تكمل مهما كانت الصعوبات، مهما كانت التحديات اللي بتواجهك. تكون عارف ومتأكد ان في رب قادر ان هو يحقق لك كل حاجة انت تقدر تعملها او كل حاجة انت عايز تعملها. لازم تبدأ تستغفر ربنا عن كل ذنب انت كنت بتعمله كان سبب ان هو يخليك تتأخر عن هدفك، وتبدأ تستخير ربنا قبل كل خطوة انت بتعملها في حياتك. وهنا تبدأ تكتشف انك لما تبدأ تشتغل على اهدافك وتطور من نفسك تبدأ تلاقي حياتك بتتغير. مش شرط توصل ان انت تكون مشهور او ان انت تكون غني، الفكرة كلها انك بتعمل حاجة ترضي ربنا
وفي نفس الوقت ممكن تفيد بيها شخص غيرك. ما تضيعش وقتك على حاجات كتير ملهاش لازمة. ابدأ النهاردة مش بكرة. عمرك هو رأس مالك الحقيقي. خطط واشتغل وطور من نفسك، واسأل نفسك كل يوم: هو انا لو مت النهاردة هسيب حاجة ورايا تنفع الناس؟ الفكرة كلها انك ما تخافش من الفشل. الحاجة الوحيدة اللي تخاف منها انك تموت وانت فارغ. وبس كده. سلام.